لقد تجسدت من جديد على هيئة ثعبان أبيض بلا أي موهبة روحية، وانتهى بي الأمر معروضا في محل حيوانات بسعر 9.9 دولار. لكن أجمل فتاة في المدرسة ألقت نظرة واحدة علي، وتجاهلت اعتراض الجميع، وأصرت على إبرام عقد روحي معي. ما لم يكن يعرفه أحد هو أن ليرا كانت روحاً عادت للحياة من جديد. في حياتها السابقة كانت إمبراطورة تيان تشاو، لكنها أضاعت فرصة تحقيق قفزة حقيقية بسبب تفانيها في مسار ترويض الوحوش. وعلى حافة الموت في معركتها الأخيرة ولدت من جديد كطالبة في المدرسة الثانوية، وبفرصة ثانية تخلت عن مسار ترويض الوحوش وكرست نفسها بالكامل لمسار تشي الدم القتالي. قالت لي: لا أستطيع أن أقدم لك كنوزاً نادرة، لكنني سأعتني بك مدى الحياة حتى آخر أنفاسك. ما لا تعرفه هو أنني أيقظت نظام الالتهام الإلهي. طالما أواصل الأكل يمكن لطاقة دمي أن تنمو بلا حدود، وإذا التهمت شيئاً نادراً بما فيه الكفاية قد أتحول وأصبح تنيناً حقيقياً. أنت أبيض بالكامل، سأسميك باي. وضعت ليرا أمامي روبياناً صغيراً، وبصراحة بدأ لعابي يسيل. لذا فتحت فمي على مصراعيه وبدأت بالتهامه، وفي نفس اللحظة سمعت رنيناً غريباً يدوي داخل رأسي. تم ربط. لقد التهمت جمبري مجمد واكتسبت 0.01 من نقاط دم تشي. تهانينا على إتمام أول التهام لك، وهذه هي المكافأة. تم فتح فرع شجرة التطور الأول، تعزيز الهضم، وهذا الصوت يرسل قشعريرة من الحماس الخالص في جسدي كله. هذا حقيقي، إنه نظام فعلي. ألقيت نظرة سريعة على وصف النظام وفهمت على الفور مدى روعة هذا الشيء. التهام اللحم أو أي شيء مشبع بالطاقة الروحية يمنحني نقاط دم تشي، بينما التهام الأشياء النادرة والثمينة يمنح نقاط تطور ويفتح فروعاً جديدة في شجرة التطور. بعبارة أخرى، طالما أستمر في الأكل يمكنني أن أتطور إلى ما لا نهاية. ظهرت شاشة حالة زرقاء باهتة ببطء أمام عيني، لكن كل إحصائية في لوحتي الأساسية كانت تصرخ بالضعف. إذا واجهت وحشاً حقيقياً الآن بالكاد سأكون وجبة خفيفة. يجب أن أتدرب بهدوء وأكون حذراً، لا مجال للاستعراض. بهذه الفكرة التفت إلى ليرا وفتحت فمي مرة أخرى. ألم يقل صاحب متجر الحيوانات الأليفة أن تطعمني مرة كل 3 أيام؟ لماذا أبدو وكأنني ما زلت جائعاً؟ حدقت ليرا في فمي المفتوح في حيرة تامة. التقطت قطعة أخرى من الجمبري وقدمتها لي بحذر. قطعة واحدة، قطعتان. بعد 9 قطع متتالية شعرت أخيراً أنني لا أستطيع أكل المزيد، لكنني كسبت 0.09 من نقاط دم تشي. بهذا المعدل 3 وجبات يومياً وأكسب 0.1 لكل وجبة، يمكن أن يصل دم التشي الخاص بي إلى 1 في 3 أيام فقط. كلما فكرت في الأمر زاد حماسي. شاهدتني ليرا بلمحة من المفاجأة في عينيها. يبدو أن شهية باي كبيرة جدا، من الجيد أنه مجرد جمبري. كيس كبير لا يكلف شيئا تقريبا، كل بقدر ما تريد. تجولت ليرا في الشوارع قليلا ثم عادت إلى المنزل. حياة ثانية، وها هي تعود إلى نفس المنزل. إنه متهالك وقديم لكنه دافئ. أمي، أبي، هل أنتما بخير؟ لا تقلقا، هذه المرة لن أسمح أبداً بمأساة حياتي الماضية أن تحدث لهذه العائلة مرة أخرى. تلك الكلمات الهادئة القليلة جعلتني، وأنا ما زلت شبه مصدوم من انتقالي، أستيقظ تماماً. انتظر، هل أنت حقاً روح عادت للحياة؟ رائع،
شخص منتقل وآخر متجسد معا تحت سقف واحد. يا له من ثنائي! نظرت إلى ليرا ونظرت هي إلي في نفس اللحظة. في حياتي السابقة أيقظت موهبة مروضة الوحوش. لقد صببت كل أوقية من طاقتي ومالي في ذلك فقط لأصل بالكاد إلى مستوى مروضة وحوش مبتدئة. لم أصل إلى عالم الإمبراطور إلا عندما تحولت إلى مسار دم تشي القتالي في 40، وأصبحت الإمبراطورة العليا الثامنة لتيان شاو، لكن ذلك لم يدم. لم أصل إلى عالم الإمبراطور إلا عندما تحولت إلى مسار دم تشي القتالي في 40، وأصبحت الإمبراطورة العليا الثامنة لتيان شاو، لكن ذلك لم يدم. لقد سقطت في معركتي الأخيرة، ولأسباب لا أفهمها حتى الآن، على حافة الموت تماماً، ولدت من جديد كطالبة في المرحلة الثانوية. هذه المرة لقد انتهيت من مسار مروضة الوحوش. العقد الروحي معك هو مجرد غطاء. هذه المرة لقد انتهيت من مسار مروضة الوحوش. العقد الروحي معك هو مجرد غطاء. كل عملة وكل قطرة طاقة لدي ستذهب إلى مسار دم تشي القتالي. أما بالنسبة لك فلا أستطيع أن أقدم لك كنوزاً نادرة لمساعدتك على النمو، لكنني سأبقيك شبعاناً وآمناً لبقية حياتك. لم أتخيل أبداً أن جميلة المدرسة ستنظر في عيني يوماً وتقول إنها ستعتني بي مدى الحياة. في أي موقف آخر لو وافقت على الفور دون تفكير ثان، لكن الآن 1000 جرس إنذار يدق في رأسي. يبدو أنني سأترك لأتدبر أمري بنفسي. حسناً إذا كانت هذه هي الخطة فمن الأفضل أن آكل. لذا فتحت فمي تجاه ليرا مرة أخرى. حدقت بي عاجزة عن الكلام للحظة. لا أصدق أنني فضفضت للتو لثعبان. لا يهم، أنت جائع؟ إذن كل. التقطت بضعة قطع أخرى من الجمبري ووضعتها أمامي، ثم شغلت التلفاز وشردت بذهنها. وفقا لمراسلنا، وحش في مدينة لينين قد اخترق مؤخرا إلى عالم ملك الوحوش مع زيادة هائلة في القوة. هذا ممكن يشكل تهديد خطير لدفاعات المدينة، وتذكير لكل الصيادين المستيقظين. ملوك الوحوش ممكن يتشكلوا بهيئة بشر. فاحذروا من الغرباء. وأنا أستمع للإذاعة تجمدت في مكاني. ملوك الوحوش يتحولون لبشر؟ الحماس ضربني بقوة لدرجة إني ما عرفت إيش أسوي بنفسي. وليرا بدأت تهمس وهي تناظر التلفزيون. في هذا العالم الوحوش تترتب على 9 مستويات، وكل مستوى يطابق رتبة من رتب المحاربين ال9. الوحش اللي يوصل لمملكة ملوك الوحوش يحتاج على الأقل 1,000,000 نقطة دم تشي. ألقيت نظرة على مجموع نقاطي 0.2 نقطة دم تشي. انصدمت تماما. بمعدل نموي الحالي عشان أوصل ل1,000,000 وأقدر أتحول لإنسان بحتاج 10,000 سنة. الفكرة صعقتني زي موية باردة. بس مهلا، أنا عندي النظام. خلونا نبدأ ببساطة. آكل طريقي لعرش ملك الوحوش. عشان كذا نزلت راسي وكملت أكل في الروبيان. مرت 3 أيام كاملة على هذا الحال، وأخيراً سمعت أول إشعار تطور من النظام. الروبيان أدى مهمته. ما في أي داعي للتردد. تطور. بدأ التطور الأول، وهذا التطور رح يستمر 4 ساعات. في اللحظة اللي اختفى فيها صوت النظام كل شيء صار مظلم، ودخلت في نوم عميق. لما صحيت مرة ثانية لقيت نفسي انتقلت من طاولة غرفة المعيشة لغرفة ليرا. جسمي النحيل ملفوف على بساط صغير وأكبر بشكل ملحوظ من قبل 3 أيام. طول جسمي زاد وصار 30 سنتيمتر. ليرا حاولت تاكلني روبيان مرة ثانية، بس أول ما عضيت عليه النظام ما أظهر أي شيء. الروبيان ما عاد يقدر يعطيني نقاط دم تشي. بصقته على طول.
ردة فعلي المفاجئة خلت ليرا تقطب حواجبها، وبشكل غريزي شالت الروبيان وشمته. بس ما في أي ريحة غريبة. هل هو بس مل من الروبيان؟ ليرا طلعت قطعة لحم بقري طازجة ودموية وحطتها قدامي. بدون لحظة تردد فتحت فمي وبلعت الشريحة كاملة. تهانينا أيها المضيف. لقد التهمت لحما بقريا طازجا واكتسبت 0.21 نقطة دم تشي. كمية نقاط تشي من اللحم في مستوى مختلف تماما عن الروبيان. ليرا شافتني وأنا أخلص كل لقمة، وأنا ناظرتها بعيون كلها شوق. فهمت الرسالة فوراً، وطلبت من أمها تبدأ تشتري لحم زيادة من اليوم ورايح مع جزء إضافي مخصص لي. مرت 6 أيام هادئة، كل يوم يجيب لي 1.5 نقطة دم تشي، ومجموعي ارتفع بسرعة ل10 نقاط. نقاط دم تشي وصلت للحد الأقصى الحالي. الرجاء بدء التطور الثاني في أسرع وقت ممكن. للتطور الثاني ما زلت ناقص نقطة تطور واحدة، ونقاط التطور ما تنكسب إلا بالتهام مخلوقات أو أشياء نادرة. بس من وين من المفترض ألاقيها؟ بحجمي وقوتي الحالية أي شيء في البرية ممكن يقتلني بضربة واحدة. ممكن أنا اللي أنتهي كنقطة تطور لشخص تاني. وبينما أنا محتار وما عندي أي خطة، سمعت ليرا تودع أمها. وصلني إشعار من المدرسة، اليوم بينظمون درس قتالي مباشر. الفصل كله لازم يروح لساحة التدريب المحاكاة. لا تنتظروني على العشاء. اللي فاجئني هو إن ليرا شالتني وحطتني في شنطتها. هي بتحضر كمروضة وحوش، فلازم تجيب وحشها الروحي معاها. عيوني لمعت على طول. درس قتالي مباشر؟ هل هذا يعني إنه بيكون فيه وحوش؟ فرصتي للتطور التاني جت لحد عندي. السحاب انفتح مرة تانية، وليرا وصلت الفصل قبل حتى ما استوعب. يدين لطيفة شالتني وضمتني قريب منها. رائحة ناعمة وحلوة وصلت لحواسي. مر بس 10 أيام وباي كبر بهذا الشكل، وحراشفه ناعمة جدا. صديقة ليرا المفضلة زوي كانت تلمسني وكأنها ما تبي تتركني أبدا. أنا نفسي مو متأكد كيف. هو ينمو بسرعة فعلا. ليرا حطت يدها علي ومشتها على حراشفي. بس لسه صغير. لو دخلناه قتال زي كذا ما راح يكون حتى مطب سرعة لوحش ثاني. وهم يتكلمون صدى زئير عميق جاء من برا الباب. كل اللي في الغرفة التفتوا. دخل ولد مراهق بشعر أصفر مصبوغ، ومعه أسد قرمزي بلبدة تشبه النار المشتعلة. مسح الغرفة بنظرة استحقار وضحك بسخرية. الأسد اللي جنبه أطلق زئير زي صوت محرك سيارة. قوته سكتت الغرفة كلها. ليو كان مبتسم بغرور، واضح إنه مستمتع بالتأثير، وبعدها مشى مباشرة تجاه ليرا وزوي. ليرا، شوفي وحشي الروحي. أسد ملتهم لهب من سلالة نقية. أبوي دفع 500,000 في المزاد عشانه. تقدر تدفع 500,000 على وحش بس ما تقدرش تشتري شنطة احتواء روحية؟ سحبت أسد للفصل. شوف كيف الكل خايف وهو مجرد جندي وحش من الرتبة الأولى. هل كل هذا كان ضروري؟ كلمات زوي كانت حادة ومباشرة، وما تركت لليو أي مجال يحفظ فيه ماء وجهه. ليو رمى زوي بنظرة ازدراء، وبعدها حول نظره للثعبان ذو الحراشف البيضاء في يد ليرا. هذا وحشك الروحي؟ اسمع، مش قصدي يكون لئيم، بس وحشك الروحي الأول هو كل حاجة لمروض الوحوش. إزاي قدرت بكل بساطة توقع عقد مع ثعبان أبيض؟ لو مش لاقي حاجة عدلة بس قول كلمة، أبويا ممكن يدبر لك وحش أحسن من ده بكتير. ليرا بتهز راسها وبتقول ببساطة لا شكرا، وبعدين بتلف وتمشي وهي شايلاني في حضنها وسايبة ليو وأسد واقفين في قمة الحيرة. وندخل دلوقتي ساحة التدريب الافتراضية. بعد ما مدرس الفصل خلص شرح قواعد السلامة، الكل اختار سلاحه ومعداته ودخلوا جوه. للوهلة الأولى
تبدو الغابة عادية جدا، لكن كلما توغلنا أعمق بدأ الفريق يتفرق شيئا فشيئا. حتى زوي الجريئة والصاخبة دائما أصبحت هادئة بشكل غريب، تحملني بذراع وتمسك بيد ليرا بالأخرى وتتقدم بحذر شديد. ممكن تكون دي غريزة طبيعية كوني ثعبان، بس هنا أنا قادر فعلا أتتبع المنطقة المحيطة بيا عن طريق حاسة الشم لوحدها. في نطاق 2 ل 3 كيلومتر في 3 مسارات ريحة بس هم اللي وتروني. المكان ده مش بالخطورة اللي باين عليها، ونظرة واحدة لعيون ليرا الحادة والمستعدة للقتال طمنتني أكتر. وفجأة صوت فحيح حاد بيخترق الصمت. ده كان صوتي أنا. أول ما شافوني مركز على مكان واحد، ليرا كانت أول واحدة تتحرك. معصمها اتحرك بسرعة، والرمح اللي كان جنبها نور فجأة. طرف الرمح كان متوجه مباشرة ناحية الشجر اللي جنبهم. في اللحظة اللي بعدها عنكبوت أسود فاحم طوله أكتر من 40 سنتيمتر نط من بين الشجر وهجم عليا مباشرة. جسمي اتجمد وزوي صرخت. قبل حتى ما أقدر أتحرك، الرمح انطلق في الهواء بسرعة لدرجة إنه عمل صوت صفير حاد. بعدها سمعنا صوت ارتطام مكتوم، والعنكبوت الضخم اللي كان بيهجم عشان ياكلني اتثبت في الأرض ميت تحت رمح ليرا. الموضوع كله كان سلس جدا، ولا حركة واحدة ضايعة. في اللحظة دي أنا صدقت بجد، ليرا فعلا كانت إمبراطورة في حياتها اللي فاتت. الهدوء ده مش حاجة ممكن تكون عند أي بنت عادية في ثانوي. أنا بقرب ببطء من جثة العنكبوت الأسود المخطط. إحساسي بيقولي إن العنكبوت ده عنده بالظبط الحاجة اللي أنا محتاجها، ومن غير تفكير غرست أسناني في واحدة من رجليه. مستحيل، طعمه زي الفراخ بالظبط. صوت السيستم رن في وقته بالظبط. تهانينا أيها المضيف، لقد التهمت الوحش العنكبوت الأسود المخطط واكتسبت 0 نقطة دم كي و0.14 نقطة تطور. نقاط تطور من وحش زي ما توقعت بالظبط. قلبي بيدق بسرعة. 0.14 من رجل واحدة. لو أكلت كل ال8 أرجل ده هيكون كفاية للتطور الجاي. يلا بينا، واحدة ورا التانية. كل الأرجل ال8 دخلت بطني، وصوت السيستم اتغير أخيراً. تهانينا أيها المضيف، تم استيفاء شروط التطور الثاني. هل تبدأ التطور؟ نعم. موجة من الحرارة الحارقة انفجرت من جوايا وغمرت كل حتة في جسمي. حاسس إن دمي بيغلي. ككائن من ذوات الدم البارد، حاسس إن جسمي هينفجر. زوي مدت إيدها عشان تشيلني، بس في اللحظة اللي صوابعها لمست فيها جلدي سحبت إيدها بسرعة وهي بتصرخ: ده سخن جدا، إيه اللي حصل لباي؟ هو اتسمم؟ ليرا كشرت شوية ومنعت زوي تحاول تحركني تاني. بأي أكل، أرجو العنكبوت بس. ده مش تسمم، هو بيمر بطفرة. جسمي بيلتف على نفسه أكتر وأكتر، بيتلوى وبيضطرب، وبدأت قشور شفافة تتساقط مني. كل ما تلوى أكتر قشور أكتر بتتقشر. بعد كام دقيقة الحرارة الحارقة اللي كانت مالية جسمي كله بدأت تهدى بالتدريج لحد ما اختفت تماما. طلعت نفس طويل. التطور اكتمل. تم استهلاك نقطة تطور واحدة. تهانينا أيها المضيف، التطور الثاني اكتمل. الموضوع كان صعب، بس كل ثانية فيه كانت تستاهل. مع رفع الحد الأقصى لدم تشي أقدر أستمر في الأكل والتطور. يلا نكمل توغل أعمق. الاختبار مدته 4 ساعات بس. أنا محتاج أطلع الأول في الفصل ده. هل ده عشان حبة دم التشي؟ كل ما الرابطة بين الوحش الروحي وسيده بتتعمق، عقد الروح اللي اتوقع في البداية بيبدأ يظهر قيمته الحقيقية. أنا دلوقتي قادر أحس بشكل خافت ليرا بتفكر في إيه، ومسارات الروايح اللي كانت غامضة قبل كده. بقيت أقدر أتتبعها بدقة أكبر وأحدد بالظبط كل وحش مستخبي فين. دي الهدية التانية للتطور التاني. كل حواسي تم ترقيتها بشكل حاد جدا. ليرا وزوي ماشيين ورايا،
والمعارك بدأت تشتعل واحدة ورا التانية في الغابة المتفرقة. ليرا كانت بتمسح وحوش المستوى المنخفض من غير ما تبطأ، بينما زوي كانت ماشية وراها من غير أي مساهمة تذكر. بعد ما التهمت أرنب بفرو أسود وعيون حمراء، صرفت شوية نقاط تطور عشان أرقي فرع في شجرة التطور بتاعتي، تعزيز الهضم. بس قبل ما أقدر ألتهم أي حاجة تانية، صوت عالي دوى من فوق: درس القتال الحي انتهى الآن. بعد أكتر من نص ساعة البنتين رجعوني المركز الاستقبال. ليو شافهم أول ما دخلوا وجري عليهم. ليرا، أنا جبت 177 نقطة، مفيش أي حد تاني عدى ال45. مش ده إنجاز مبهر؟ عيون ليو كانت بتلمع بالفخر والتوقع. كان من الواضح أن هذا الفتى يحاول لفت انتباه ليرا، لكنها لم تهتم إطلاقاً. بمجرد سماعها رقم 177 أطلقت بهدوء زفرة ارتياح صغيرة، ثم قالت له أوه ببرود، وانصرفت لتقدم مقاطع قتالها هي الأخرى. قلبت زوي عينيها بقوة لدرجة أنني كدت أسمع الصوت. والدك اشترى لك وحشا روحيا من الطراز الرفيع، وهذا كل ما استطعت فعله؟ فقط أنت من يمتلك الجرأة للتباهي بهذا. يبدو أن ليو قد استشاط غضبا. حتى لو ساعدني أبي، 177 لا تزال أعلى درجة في الفصل. ضحكت زوي بسخرية. أنت الوحيد الذي يستطيع قول هذا بكل جدية. بما أنك واثق جدا، فلنعقد رهانا. إذا حصلت على أعلى درجة، سأعطيك حبة تشي دم وحبتين تشي دم وحش. انفجر ليو ضاحكا. أنت وليرا فقط من لم يقدما نتائجهما بعد. من الواضح أن تلك الأفعى ذات الحراشف البيضاء التي تعاقدت معها ليرا لن تفعل أي شيء. وأنت لا بأس بك، لكن هل تعتقدين حقا أنك تستطيعين التفوق على أسد اللهب ذي العرف الناري؟ موافقة، لكن إذا خسرت أريد معلومات الاتصال الخاصة بليرا. ابتسم ليو ابتسامة عريضة، واثقا تماما من فوزه. ثم اخترق صوت المعلمة الأجواء. ليرا، 234 نقطة. التفتت كل الرؤوس في الغرفة نحو المعلمة. تجمدت ابتسامة ليو على وجهه تماما. أطلقت زوي ضحكة ساخرة أخرى، ومدت يدها إلى ليو. الرهان رهان، لقد وعدت بذلك أمام الجميع. لن تتراجع، أليس كذلك؟ شحب وجه ليو تماما، فتح فمه ليعترض، لكن عيون الفصل بأكمله كانت عليه بالفعل. اهدئي، إنها مجرد بضع حبات، أنا لست من النوع الذي يتراجع عن كلمته. أخرج الحبات ورماها إلى زوي. نحن متعادلان. بصراحة يجب أن أعترف بشجاعة ليو. 4000 عملة تحالف ضاعت في لحظة دون أن يرف له جفن. دفعت زوي حبة تشي الدم في يد ليرا، ثم فتحت سحاب حقيبة ظهر ليرا ولوحت بحبات تشي دم الوحش أمام وجهي. باي، انظر ماذا أحضرت لك. حاسة الشم لدي حادة للغاية بالفعل، وفي اللحظة التي فتحت فيها السحاب غمرتني رائحة نقية وغنية. كان الانجذاب ساحقا. أصبح عقلي فارغا، وبدون تفكير اندفعت إلى الأمام وابتلعت الحبة الحمراء الزاهية مباشرة من يد زوي. انتظر، تشي الدم لديك منخفض جدا، لا يمكنك تناول حبة تشي دم. لم يكتمل تحذير ليرا حتى كنت قد ابتلعتها بالفعل. في اللحظة التالية غمرني تدفق هائل من الضغط الحارق. تهانينا أيها المضيف، لقد التهمت حبة تشي دم وحصلت على 28 نقطة تشي دم و12 نقطة تطور. شعرت وكأن هذا الانفجار المفاجئ لتشي الدم سيمزق جسدي من الداخل. في تلك اللحظة علمت أنه إذا لم أتصرف الآن فإن هذا التدفق من الطاقة الطبية سوف يمزقني إربا على الفور. أنفق نقاط التطور. قم بترقية فرع شجرة التطور.
تعزيز الهضم. تم خصم 5 نقاط تطور. تم رفع مستوى فرع شجرة التطور. تعزيز الهضم. مع وصول تعزيز الهضم إلى المستوى الثالث، تمت السيطرة فجأة على الطاقة الطبية الهائجة التي كانت تجتاحني. شاهدتني زوي أتلوى من الألم، وظلت تعتذر بجنون، بينما وقفت ليرا في مكان قريب تراقب بتعبير محير. في لحظة كنت أتألم بشكل واضح، وبعد 2 أو 3 فقط اختفى كل شيء تماماً، وحل محله حماس وطاقة نقية. هل امتص التأثير الكامل لحبة تشي الدم؟ حتى مع كل ما شهدته ليرا في حياتها السابقة، لم تستطع إلا أن تصاب بالدهشة الحقيقية. من الواضح أن هذه الأفعى ذات الحراشف البيضاء التي اختارتها بالصدفة هي أكثر بكثير مما تبدو عليه. إدراك حاد بشكل مقلق، وشهية تتحدى المنطق، وطفرة ثانية. والآن قادرة على امتصاص حبة تشي دم كاملة، حتى مع وجود تشي دم بالكاد يذكر. بهذا الفكر استدارت ليرا وطلبت من الموظفين بعض البقايا من وحوش الوحش ذات الرتبة المنخفضة، وملأت حلقة تخزين زوي حتى لم يعد هناك متسع، وعندها فقط عادتا إلى المنزل راضيتين. أبقتني الطاقة المتبقية من حبة تشي الدم نائساً وشبه نائم طوال فترة ما بعد الظهر تقريباً. عندما استيقظت أخيراً كنا قد عدنا إلى المنزل. فتحت عيني لأجد ليرا جالسة متربعة على سريرها، وراحتا يديها متجهتان لأعلى في تأمل عميق تسحب الطاقة الروحية. لقد وصلت إلى رتبة المحارب الأولى. لم أتوقع أن تتقدم ليارا بهذه السرعة. بينما لا يزال كل شخص آخر في الفصل عالقاً في عالم المبتدئين، فقد خطت هي بالفعل إلى عالم المحارب. في هذه الأثناء يبلغ تشي الدم الخاص بي 29.7 فقط. 100 نقطة لازمة للتطور الثالث لا تزال تبدو بعيدة جدا. حان وقت مواصلة الأكل. التفت إلى ليرا وفتحت فمي دون تردد. جائع بالفعل؟ مسحت ليرا العرق عن جبينها، ثم قلبت يدها وأضاءت حلقة تخزينها لتخرج ساق وحش مدرعة بحجم قبضة اليد تقريبا، ووضعتها أمامي. منذ أن وصل تعزيز الهضم إلى المستوى الثالث زادت شهيتي بشكل ملحوظ. ساق الوحش التي تبدو وكأنها تزن نصف كيلوغرام على الأقل تختفي في حلقي بجرعة واحدة. تهانينا أيها المضيف. لقد التهمت فرس النبي ذا الشفرة ثلاثية الألوان، واكتسبت 2.7 من نقاط دم تشي و0.6 من نقاط التطور. 2.7 من نقاط دم تشي ليس مبلغاً صغيراً. كان ذلك يعادل مكسب يوم كامل، لكن بطريقة ما زالت معدتي فارغة تماماً. المزيد؟ التقطت ليرا الشعور الذي أرسلته عبر العقد الروحي وتوقفت للحظة، ثم لمع بريق من الفضول على وجهها. مدت يدها إلى خاتم التخزين وأخرجت قطعة من اللحم أكبر من ذي قبل. دون تردد فتحت فمي على مصراعيه وابتلعت القطعة بأكملها. تهانينا أيها المضيف. لقد التهمت سلحفاة لهب الروح واكتسبت 3.4 من نقاط دم تشي و0.9 من نقاط التطور. تهانينا أيها المضيف. لقد فتحت فرع شجرة تطور جديد، دفاع الحراشف النارية. هذا الفتح غير المتوقع أرسل موجة من الإثارة في جسدي. قدرة دفاعية يمكن أن تنقذ حياتي في لحظة حرجة. لن أحتفظ بنقطة تطور واحدة. يا نظام، قم بترقية دفاع الحراشف النارية. بعد فتحها لم يحدث تغيير كبير، مجرد وخز خفيف تحت حراشفي. ببطء انتشر هذا الإحساس في كل جزء من جسدي. بدأ تيار خافت من الطاقة يدور تحت جلدي مباشرة، مستعدا لصد أي شيء
يخترق حراشفي. بعد 10 أيام بس شاشة الحالة بتاعته اتحولت لشاشة تانية خالص. وبمعدل اكتسابه لطاقة الدم ده، التطور الثالث بقى على بعد أيام قليلة بس. وبعدها بفترة قصيرة ليرا بتاخد شارة المحارب من الرتبة الأولى، لكن بدل ما تحتفل شكلها قلقان ومتوتر. راتب الرتبة الأولى الشهري 1000 عملة تحالف وحبة تشي دم واحدة. يبدو مبلغاً جيداً، لكن الموارد المطلوبة للتدريب تزداد باستمرار. عشان تحافظ على نموها محتاجة حبة طاقة دم كل 3 أيام على الأقل عشان تفضل بنفس المستوى. بس الحبوب دي حل مؤقت. الحل الحقيقي هو صيد الوحوش في الأراضي القاحلة. هناك الفلوس بجد. الأراضي القاحلة زي ما اسمها بيقول بالظبط، منطقة ابتلعتها الوحوش بعد الكارثة. في ناس عملت ثروات خيالية من هناك، بس المكافأة الكبيرة دايماً معاها مخاطرة أكبر، وقصص أكتر بكتير بتنتهي باسم المحارب على قائمة الضحايا. لو قدرت توصل لمستوى الجندي الوحشي هقدر اخد امتحان شهادة مروض الوحوش، وده هيجيب دخل إضافي كل شهر. لايرا بتقول الكلام ده بهدوء كأنها بتكلم نفسها، وعشان كده بطلنا فضل ياكل 3 وجبات في اليوم كأن حياته متوقفة على ده ل3 أيام كمان. طاقة دمه وصلت للحد الأقصى لمستواه الحالي مرة تانية. مبروك أيها المضيف. لقد التهمت فرس النبي ذا الشفرات الثلاثية، واكتسبت 2.4 نقاط دم ونصف نقطة تطور. شروط التطور الثالث اكتملت. بدأ التطور فوراً. المرة دي الحرقان كان أقوى بكتير من قبل كده. قشورة البيضة النقية بدأت تلمع بلون أحمر خافت كأنها محروقة من جوه، ووعيه بدأ يتلاشى. ولما كان على وشك يفقد وعيه، لايرا حست إن في حاجة غلط. طفرة تالتة؟ ده مستحيل. حتى مع كل خبرة لايرا من حياتها السابقة في عالم الإمبراطور، عدد الوحوش اللي كملت 3 طفرات يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة، وكل واحد فيهم كان على الأقل في مستوى الإمبراطور الوحشي. بس رغم الصدمة لايرا فضلت هادية تماماً، وبحركة سريعة من إيدها ظهرت حبة طاقة دم في كفها. وقبل ما يقدر يعمل أي رد فعل مدت إيدها وحطت الحبة في بقه مباشرة. أول ما الحبة لمست لسانه، الإحساس المألوف بتاع إنه على وشك ينفجر رجع تاني، لكن بعدها الحرارة الشديدة بدأت تهدى وكل حاجة رجعت تحت السيطرة. بعد كام دقيقة صوت النظام رن مرة تانية. مبروك أيها المضيف، لقد التهمت حبة طاقة دم واكتسبت 20 نقطة طاقة دم و8 نقاط تطور. مبروك إكمال التطور الثالث. لايرا بصت على التعبان الأبيض اللي طوله 2 متر قدامها، عينيها حادة وتعبير وشها تحول لعدم تصديق. بقيت جندي وحشي بالفعل؟ معدل نموك ده بينافس نموي أنا. مشاعر لايرا في اللحظة دي صعب تتوصف. في حياتها اللي فاتت ضيعت 20 سنة من عمرها في طريق المروضين، وفي الآخر طلعت بإيد فاضية. لكن المرة دي بدأت طريق محارب طاقة الدم من أول يوم، ورغم كده التعبان الأبيض اللي اختارته بالصدفة طلع أكبر مفاجأة في حياتها كلها. للحظة فكرة الرجوع لطريق المروضين عدت على بالها، لكنها نست الفكرة فوراً. هزت رأسها وضحكت على نفسها بهدوء. خليكي في طريق محارب طاقة الدم. الطريق ده بيوصل لإمبراطور محارب، بس من بين عدد لا يحصى من الوحوش الروحية تقريباً مفيش حد بيوصل لمستوى الإله الوحشي. سلالة التعبان الأبيض ليها سقف محدود، لكن وصوله لمستوى الجندي الوحشي معناه إني أقدر أنجح في امتحان شهادة المروضين. فجأة لمعت فكرة في دماغ لايرا، وعينيها نورت بهدف جديد. قررت إنها تسلك طريقين في نفس الوقت، طريق محارب الدم والمروض. خطة مجنونة صح؟ بعد ما خلصنا التسجيل، موظف أخدني أنا والأفعى لغابة التدريب، وأول ما دخلنا حسيت الجو اتغير تماماً. 4 وحوش من مستوى الجندي، تخيلوا معي،
روائحهم كانت جاية من كل اتجاه وتضغط على بطلنا الصغير. قالت له ليرا: باي، اعمل اللي عليك، بس لا تضغط على نفسك كتير. وبكل حنية حطت ليرا إيدها على راسه وهي تتكلم. شكلها لسه فاكرة اللي صار. شوفوا يا جماعة، في حياتها السابقة ليرا رسبت في اختبار المروضين 4 مرات، وكل الوحوش هنا جاية مباشرة من الأراضي القاحلة. بطلنا مش غبي أبداً، تحرك بسرعة نحو أضعف رائحة ووصل عند مجموعة شجيرات واطية. وفجأة وهو يحاول يحدد مكانه بالضبط، إبرة ذي العقرب اندفعت مباشرة نحو راسه. الحركة كانت سريعة لدرجة إنه ما لحق يستوعب، تراجع لورا بغريزته والإبرة مرت من جنبه يدوب. وهنا قدر يشوف خصمه بوضوح، عقرب أسود فاحم طوله أكتر من 50 سنتيمتر، عنده كماشتين ضخمة وإبرة حمراء سامة. مستحيل! عقرب إمبراطور السم؟ هذا النوع مصيبة حقيقية يا جماعة. دفاعه خارق، وإبرة ذيله غادرة لأبعد حد. أي مقاتل تحت رتبة الجندي بي لسعة واحدة يا تقتله يا تشله. المشرف اللي يراقب من بعيد شاف الموقف، وعلى طول طلب من ليرا تسحب وحشها وتختار خصم ثاني. لكن بطلنا كان خلاص فاهم اللعبة. هجومه عالي بس صحته ضعيفة، أي خصم ثاني كان بيكون أصعب، والأهم من كل هذا إنه بطيء. كل ضربة بذيله تحتاج وقت عشان يجهزها مرة تانية، وفي ثواني المواجهة هذه كان باي رسم خطة كاملة. وهنا انفجر للأمام بجسمه النحيل، انطلق مباشرة على عقرب إمبراطور السم. العقرب شافه جاي واتضرب بإبرته مرة تانية، لكن هالمرة باي كان مستعد، فرمل في آخر لحظة والإبرة أخطأته بشعرة، وبعدها انطلق بأقصى سرعة فاتح فكه كأنه رح يبلعه بالكامل. عقرب إمبراطور السم شاف إن إبرته ضاعت، فهاجم بكلبياته في حركة كماشة عنيفة. لكن في اللحظة التالية ذيل انطلق زي الصوت وضرب جنب العقرب بقوة، تفاجأ تماما وانقلب على ظهره. حاول عقرب إمبراطور السم يرجع لوضعه ويكمل القتال، لكن بايكان التف حوله خلاص وضغط عليه بقوة 120 نقطة من طاقة الدم، وصوت درعه وهو بيتكسر كان مسموع. من بداية القتال لنهايته الموضوع كله أخذ أقل من نص دقيقة. المشرف كان واقف مصدوم ومو مصدق. قال المشرف لليرا: هذا الثعبان أبيض الحراش في حقك ذكي أكثر من اللازم. وبمجرد ما تأكد أن العقرب مات تماما فتح فمه وبلع أحد كلاباته، وظهرت رسالة: تهانينا أيها المضيف، لقد التهمت عقرب إمبراطور السم من رتبة جندي، وحصلت على 5.4 نقاط دم ونقطة تطور واحدة. تهانينا، لقد فتحت فرعا جديدا في شجرة التطور، السم. زي ما توقع بطلنا بالضبط، التهام مخلوق بقدرة خاصة يفتح له فرع تطور مشابه، والأهم إنه خلص القتال كله بنفسه. ليرا ما تحركت ولا سوت أي شيء من البداية للنهاية، وبكذا نجحي في الاختبار. وبينما باي يكمل أكل باقي العقرب، ليرا كانت تستلم شهادة مروضة وحوش مبتدئة. المشرف طالع في باي من فوق لتحت، وبعدين سأل ليرا: تبيعين هذا الثعبان؟ وكان مستعد يعرض عليها 50,000. الرقم كان صدمة لباي. لحظة، هل أنا أسوى كل هذا؟ قبل فترة قصيرة كان سعري 9.9 دولار مع كيس روبيان هدية. في أسبوعين بس قيمته تضاعفت 5,000 مرة. لكن تعابير وجه ليرا ما تغيرت ولا حتى شوي، هزت راسها بالرفض وبس. المشرف حاول يضغط عليها أكتر، لكن ليرا نادت بإي وقالت: بي، يلا نمشي. اللي فاجئ بطلنا هو أنه قدام مبلغ 50,000 من عملات التحالف. ليرا ما ترددتش ولا لثانية واحدة، وكأنها حست باللي يفكر فيه. التفتت ليلارا عليه وقالت: 50,000،
عرض جدي ويكفي يغطي كل تدريبنا. لكنك وحشي الروحي، وأنا بحياتي ما بعد شريك قاتل جنبي. والأيام اللي بعدها كانت عبارة عن تدريب وتطور مستمر، نجاح ورا نجاح. والآن ليرا دخلت عالم المحاربين. الموارد اللي تحتاجها لتدريبها صارت أغلى، وراتبها الشهري ما عاد يكفي مصاريفها أبداً. بعد شهر كامل من التدريب الشاق، ليرا قررت أخيراً تأخذ باي معها إلى الأراضي القاحلة. فهذه المرحلة طاقة دم باي كانت تخطت حاجز 500 نقطة. جهزوا أسلحتهم ومعداتهم. حطت ليرا باي في حقيبة الوحوش، ودعت أهلها، وركبت القطار المتجه للأراضي القاحلة. وجهتهم هي بلدة المحاربين رقم 72. المنطقة هذه تم تطهيرها من الوحوش على نطاق واسع مؤخراً، وهذا يعني إن خطر هجمات الوحوش القوية قل بشكل مؤقت، وهذا يخليها أفضل نقطة بداية لهم. لكن الخطر الأكبر في الأراضي القاحلة ممكن ما يكون الوحوش، بل الناس. سرقة، قتل، وتصفية حسابات قديمة بالدم. لو مت هنا، القصة الرسمية دايماً واحدة: قتلوا وحش. لا أحد يسأل، ولا أحد يحقق. بعد ما سجلت في نقطة الدخول، ليرا بدأت تختفي تدريجياً في السهول الشاسعة خلف بوابات بلدة المحاربين. ولما اختفى شكل بلدة المحاربين خلفهم، ليرا طلعتني من كيس الأرواح. خطتنا نبقى في حدود 100 كيلومتر من البلدة. ومن هنا يبدأ دورك الحقيقي. أخذت نفساً عميقاً، وبدأت أشم روائح خفيفة منتشرة في الهواء. فكرت لثانية واحدة وبدأت أتحرك، وليرا لحقتني على طول بدون تردد. ما مشينا حتى كيلومتر واحد إلا وظهرت سحلية ضخمة طولها 1.5 متر وسدت طريقنا. ليرا قالت لي إنها وحش من الرتبة الأولى المبكرة، سحلية مدرعة عملاقة عندها حوالي 300 نقطة دم، وحراشفها ممتازة لصناعة دروع خفيفة. قيمتها حوالي 2000 عملة تحالف. يدوب خلصت كلامها وليرا كانت اتحركت بالفعل، ورمحها في إيدها بتهجم على جنب السحلية. أنا وقفت وبدأت أطلع صوت هسهسة مستمر عشان ألفت انتباه السحلية المدرعة العملاقة وشتتها. وأول ما ليرا قربت، هجمت أنا كمان عشان أزيد الضغط عليها. وفي اللحظة التالية، رمح ليرا المصنوع من السبائك اخترق الهواء. طرف الرمح لمع ببرود في الضوء، وانغرس في النقطة الضعيفة الوحيدة في جسم السحلية، تحت رجلها الأمامية. السحلية المدرعة العملاقة صرخت من الألم وبدأت تتخبط بعنف عشان تقاوم. لكن بعد ما ترنحت كام متر بس، جسمها انهار على الأرض وماتت في ثواني. 2000 عملة تحالف مضمونة. أخذنا درع ظهر السحلية وحطيناه في خاتم التخزين، وكملنا طريقنا في نفس الاتجاه. بعدها على طول قابلنا فرس نبي عملاق بقيمة 1400 عملة، وبعده أمه 44 ب1000 محنة بقيمة 3200. وبهذا الشكل، قبل ما يخلص الصباح، كنا جمعنا مواد وحوش بقيمة 6666 عملة. بالمعدل ده، محصول اليوم هيعدي 10,000 بسهولة. وفي اللحظة دي، حتى ليرا اللي نادراً ما تظهر مشاعرها ابتسمت ابتسامة خفيفة. السبب إن الأمور ماشية بالسهولة دي يرجع لقدرتي على استشعار قوة واتجاه كل وحش قريب مننا. ورغم كل ده، لازم نرجع بلدة المحاربين قبل غروب الشمس. الوحوش بالليل مستواها مختلف تماماً، شيء مرعب بجد. بعد ما بلعت آخر قطعة من لحم النمر المخطط، ظهرت شاشة النظام مرة تانية. تهانينا يا مضيف. لقد التهمت وحش النمر المخطط وحصلت على 6.2 نقطة دم و1.3 نقطة تطور، وبدأت أوزع النقاط على لوحتي. بعد جولة من الترقيات، لوحة حالتي شكلها اتغير تماماً. تيار الطاقة اللي تحت حراشفي بقى أقوى وأصلب بشكل ملحوظ.
الوحوش اللي في نفس رتبتي ما بقتش تقدر تأذيني بجد. أما السم في المستوى الثاني فكان شيء خرافي. حسب قوة الهدف بيجبره يدخل في حالة تسمم ويستنزف صحته بدون استثناءات. ببساطة بيتجاهل الدفاع تماماً. يعني حتى لو إله وحوش اتعض هيفقد جزء من صحته برضه. قد إيه صحة هيفقدها؟ وهل عضته دي هتكون سبب موتي؟ دي مشكلة هفكر فيها بعدين. كملنا طريقنا بدون راحة واصطادنا طول فترة بعد الظهر، لكن حظنا ما كانش زي الصبح. كل اللي لقيناه كان سحلية مدرعة عملاقة واحدة بس. مع غروب الشمس رجعنا على مضض لبلدة المحاربين. بعد ما بعنا كل مواد الوحوش اللي جمعناها، المبلغ الإجمالي وصل ل 8400 عملة تحالف. ليرا اشترت 3 حبات دم و2 من دم الوحوش، وبعد ما دفعت إيجار الليلة كل العملات راحت. يوم كامل من الشغل الشاق ضاع في 10 دقايق، لكن أول ما بلعت حبتين دم الوحوش بطلت أتذمر ونمت أحسن نومة من فترة طويلة. عدت 7 أيام كمان، كل يوم كان نسخة من اليوم الأول. نطلع من البلدة الصبح عشان نصطاد وحوش، ونرجع لبلدة المحاربين عند غروب الشمس. تقريبا كل يوم كنا بنكسب من 8000 ل 10,000 عملة تحالف. مخزون ليرة من حبات الدم عدى 20 حبة، وده يكفيها تدريب 2 شهر كاملين. فاضل أسبوعين على امتحان كلية الفنون القتالية. كام يوم كمان هنا وبعدها نرجع نستعد. ليرا كانت بتهمس لنفسها بالكلام ده وهي بتقلب اللحمة على النار. وفجأة بدون سابق إنذار نطيت ووجهت نظري لجانب معين. نظرة الكسل اللي في عيني اختفت، وبدلها بقى في يقظة تامة. ليرا تابعت نظري وشافت عربية في الأفق بتقرب بسرعة. بعد لحظات سمعنا صوت فرامل قوية، وعربية دفع رباعي سودة وقفت قدامنا وعملت سحاب التراب. نزل منها 5 رجالة، كلهم صابغين شعرهم أصفر والوشوم مغطية كل جسمهم. اللي في المقدمة كان لابس فانيلا بيضة وبنطلون مموه وماسك سيف طويل ورفيع في إيده. طاقة الدم الثقيلة اللي طالعة منهم ال5 بتوضح شيء واحد على طول: الناس دي مش جاية تساعد. واحد منهم بيقول لها: أهلاً، لوحدك هنا ومعاكي بس تعبان أبيض صغير؟ مش عارفة أنت فين؟ دي أرض الخراب يا حلوة، مكان خطر. القائد بيبص الليرة من فوق لتحت وابتسامة خبيثة بتترسم على وشه. عايزة حماية؟ تعابير ليرة بتتغير فجأة وتكشر. فريقي رجع المدينة يجيب مؤن، هيرجعوا قريب، مش محتاجة قلقك. وش جميل وكدابة شاطرة قوي. رجعوا يجيبوا مؤن بالصبح بدري كده؟ وليه يسيبوكي لوحدك بدل ما ياخدوكي معاهم؟ الكذب علينا مش فكرة كويسة خالص. وهو بيتكلم بنسمع صوت احتكاك معدن بمعدن. السيف بيتسحب من غمده وبيتوجه لليرا عشان يعاقبك على كذبك على واحد كان بس عايز يساعدك. هاتي خاتم التخزين بتاعك. حواجب ليرا بتضيق أكتر، عقلها شغال بأقصى سرعة، بس قبل ما تاخد أي خطوة موجة ضغط ساحقة من طاقة شي الدم بتنزل علينا زي جدار. في لحظة واحدة كأن جبل وقع على ظهر الثعبان المسكين. حتى الحركة بقت محتاجة مجهود. خدي نصيحة، خليكي ذكية وسلمي خاتم التخزين. احنا هنا عشان الفلوس بس، مش عشان حياتك. الكام يوم اللي فاتوا ما كانوش كنز كبير، بس برضو ما كانوش ولا حاجة. وكل عملة جبتها حولتها لحبوب تشي الدم. لو سلمت خاتم التخزين ده دلوقتي يبقى شغل 8 أيام كاملة راح على الفاضي، وده شيء ليرا مش مستعدة تتقبله أبداً. القائد لما شاف ليرا رافضة تتحرك شاور لواحد من رجالته اللي سحب سيفه وحطه على رقبتي أنا. ما عنديش مانع أنزل شوية دم، بس هكره أبوظ حاجة جميلة زي دي. عشان كده وحشك الروحي هو اللي هياخد الضربة. في لحظة يأس الثعبان بيفتح القائمة بتاعته بسرعة وبيرفع دفاع قشور اللهب للمستوى الثالث.
دفاع قشور اللهب مستوى 3 المفروض يخليه يستحمل كام ضربة زيادة قبل ما يقع، بس ضد خصوم أقوى بكتير في القوة الخام ده ممكن ما يكونش له أي لازمة. بعد ما عد من 3 القائد بيميل راسه للراجل بتاعه. السيف اللي كان على رقبة الثعبان بيترفع في الهواء وبينزل بسرعة رهيبة. في آخر لحظة ممكنة لايرا بتستسلم أخيراً. ال5 دول مصممين ياخدوا الخاتم مهما حصل، وقتل وحشها مش هيخليهم يسيبوها. الخاتم في إيدها، لو هو ده آخر الموضوع ليه تاخد علقة ملهاش لازمة؟ لايرا بتقلع خاتم التخزين من صباعها وبترميه. كان صعب قوي كده. القائد بياخده بنظرة متعجرفة ويبدأ يفتش فيه، بس في ثواني الابتسامة بتختفي وبيبص لايرا تاني. بتهزري؟ 20 حبة تشي دم بس هنا؟ ايه ده؟ تبرع خيري؟ 20 حبة تشي دم يعتبروا ثروة بالمعايير العادية، بس للرجالة دي اللي بتحارب وبتقتل في أرض الخراب؟ ده يا دوب يلمس اللي هم عايزينه. احنا 5، 20 حبة على 5 ولا حاجة. بطلي مماطلة وهاتي كل حاجة. لايرا بتقول بيأس إنها لسه واصلة أرض الخراب وإن ده فعلا كل اللي معاها، بس القائد مش مصدقها. لسه بتكدبي؟ واحدة تقدر تجيب أفعى بيضة متحولة مرتين كوحش روحي ماشية ب20 حبة بس؟ بما إنك مش هتسلميه برضاكي هضطر أفتشك بنفسي. السيف بيرجع غمده والابتسامة القبيحة دي بترجع تاني. باي. وبكل بساطة التوتر اللي على وش لايرا بيختفي تماماً. بتشوط لفوق والرمح اللي كان مغروس في الأرض بيطير في الهواء ويثبت في إيدها. في نفس اللحظة الثعبان بينطلق لقدام وفاتح بقه على الآخر وبيستهدف كاحل الراجل اللي جنبه. بس هما كانوا مراقبينهم هما الاتنين. كمينة بيتفادوه بسهولة وسيف معدني بيتمرجح ناحية راسه مباشرة. الثعبان مش مستعد يراهن إن دفاع قشور اللهب مستوى 3 هيصد السيف ده. بيرجع لورا ويدور على فرصة تانية. على الناحية التانية لايرا بتخبط في نفس الحيطة. هجمت على القائد الأول، بتحاول تخلص الموضوع بسرعة، بس مهما كانت تقنيتها حادة ضد خصوم عندهم تفوق ضخم في تشي الدم. كل ضربة يدوب بتخربشهم. بعد كام ضربة رجعوها للمكان اللي واقف فيه الثعبان. ما توقعتش إن فيكي كل الحماس ده. عجبني الموضوع، بيخليه ممتع أكتر. انتوا اتعاملوا مع التعبان، دي بتاعتي أنا. وبعدين ممكن تسدوا دوركم. بعد ما نخلص لعبنا نروح نقضي على قائد الوحوش ده. الكلام كان مقرف أكتر من أي حاجة سمعها الثعبان، بس لايرا شكلها كأنها ما سمعتش ولا كلمة. بتوطي راسها شوية وبتبصله. هم هنا عشاني أنا هعطلهم ال5 على قد ما أقدر. انت اهرب بأقصى سرعة وابعد مسافة تقدر عليها. بعد ما أموت عقد الروح هيتحل لوحده، هتبقى حر. بجد؟ دي آخر كلمات؟ دلوقتي حتى الثعبان ما عندوش طاقة يرد، ما عندوش فكرة لايرا هتقدر تصمد قد إيه. بس في حاجة واحدة مؤكدة تماماً، اللحظة اللي الرجالة دي هتخلص فيها على لايرا مفيش أي مكان هيقدر يهرب له. فليه ما يحاربش؟ نوقع 1 منهم ونبقى متعادلين، نوقع 2 ونبقى كسبانين. عيون الثعبان بتمسح ال4 رجالة وعقله شغال بيحسبها بدون توقف. بيقربوا أكتر، المعركة ممكن تبدأ في أي ثانية. وفجأة عربية تانية بتيجي بتجري من بعيد. منين بيطلع كل الناس دي فجأة؟ في حوالي نص دقيقة العربية الجديدة بتقف قدام الكل. شباك الراكب بينزل ببطء وبتظهر بنت شكلها أكبر من ليرا ب2 بالكتير. بصة واحدة ليها والضغط بيضربني فوراً. محاربة تانية من الرتبة الثالثة. الرجالة ال5 اتجمدوا في مكانهم. دي مجرد جنرال وحوش. إزاي اتورطت في الموضوع ده؟ خلاص انسوا، احنا هننسحب. يلا نتحرك لموقع الهدف بسرعة قبل ما حد تاني يسبقنا. واضح جدا إن ظهور البنت المفاجئ ده لخبط خطتهم كلها. وأنا بشوفهم بيستعدوا يمشوا
أخدت نفس براحة، بس واضح إن ليرا عندها خطط تانية خالص. سنيور لان، استني! في اللحظة اللي الكلمات دي طلعت من بقها، العربية اللي كانت ماشية وقفت فوراً. باب الراكب بيتفتح وبتنزل بنت لابسة توب اسود ضيق ومعاها خنجرين قصيرين على وسطها. معاها راجل بدرع فضي، شعره قصير ومبني زي الحيطة، بفك مربع ووش ما بيعرفش يبتسم. الست ما بتتكلمش، عينيها بتعدي على كل الموجودين وبعدين بتثبت على ليرا بنظرة مستغربة. انتي تعرفيني؟ ضغط صامت ورهيب بيطلع منها. دي مش مجرد محاربة من الرتبة الثالثة، قراءة طاقة الدم بتاعتها أعلى من أي حد هنا. ليرا بتعرف نفسها على إنها بنت البروفيسور غو من أكاديمية شوي مو لترويض الوحوش، وبتقول إنها شافت سينيور لان وسينيور زين في حرم الجامعة قبل كده. لا، والديك الاتنين ناس عاديين. كل التعريف ده، كل كلمة فيه متألفة ما عدا الاسم اللي خدته من أبوها، بس شكلهم مصدقين وما شككوش في كلامها. لأن بتهز راسها ببطء كأنها بتجمع الخيوط. يبقى أنت ليرا، معقولة الخطة دي نجحت؟ أنا بجد مصدوم، قصة كلها ثغرات وهي صدقتها كلها بالكامل. حتى الرجالة الخمسة اللي شعرهم أصفر شكلهم صدقوا القصة دي. يضايقوا بنت بروفيسور في أكاديمية شوي، مو في الأراضي القاحلة. لو الخبر ده وصل للبروفيسور هيطاردهم بلا نهاية. الخمسة بيبصوا لبعض وبهدوء بيبدأوا يرجعوا لعربيتهم، بس انسحابهم ده ما تلاحظش. أبويا كان دايما بيتكلم عنكم كويس. قال إن سنيور زين وسنيور لان من أكاديمية فنون الدم القتالية دايما بيتصرفوا بنزاهة وما بيطيقوش الظلم. الخمسة دول أخدوا خاتم التخزين بتاعي. بتمنى عشان خاطر علاقتنا المدرسية المشتركة إنكم تساعدوني أرجعه. في اللحظة اللي كلامها خلص، الخمس رجالة توتروا وردوا فوراً. هي اللي اديتهولنا برضاها، كان هدية، احنا ما أخدناش أي حاجة. أخدتوا حاجة تخص زميلتي الصغيرة، رجعوها. ما أخدناش أي حاجة، عايزين نرجع إيه بالظبط؟ هو كل حاجة بتمشي زي ما طلاب شاي مو بيقولوا؟ فاكرين إنكم ممكن تألفوا أي حاجة وتاخدوا مننا فلوس؟ القائد لسه بيحاول يجادل، بس قبل ما يكمل لين حطت إيدها على واحد من خناجرها. طلابي شوية مش بيشتغلوا بطريقتكم، وهم مش أهداف أي حد يقدر يستقوى عليهم براحته. بما إنكم مش عايزين تسلموه، خلينا نشوف لو هتقدروا تحتفظوا بخاتم التخزين ده. الكلمات دي ضربت الخمس رجالة كأنها إعلان حرب. الآن ما تتمدايش، هنحارب لو اضطرينا، وما تفتكريش إن الموضوع هيبقى سهل عليكي أنت كمان، بس فكري كويس. هل الاحتفاظ بخاتم تخزين واحد يستاهل إنكم تفوتوا اللي جاي؟ القائد فتح بقه عشان يرد، بس خنجرين لأن كانوا طلعوا خلاص، وجنبها زين قلب إيده وطلع سيف من سبيكة غالية. قدام الأسلحة المشهرة، القائد سكت لثانيتين كاملين، وبعدين رمى خاتم التخزين على ليرا بغضب كان واضح عليه. فرقة البليزنج مش بتنسى، هتسمعوا مننا. مع الكلمة دي استدار ورجع عربيته. أول ما الخمسة بعدوا عن الأنظار، ليرا التفتت للان وزين وانحنت باحترام. شكرا ليكم إنكم دفعتوا عني، من غيركم النهاردة ما كانش هيخلص على خير. ليرا بعد كده بتعرف من لان إن في مكان ما قريب من بلدة المحاربين رقم 72 اللي تم تطهيرها مؤخرا، في وحش من فئة اللورد مصاب بإصابات خطيرة. المخلوق ده في حالة سيئة جدا، بيشتغل بأقل من عشر قوته الكاملة، يدوب في مستوى جنرال وحوش منخفض الرتبة. أي حاجة في مستوى جنرال الوحوش تساوي عشرات الآلاف من عملات التحالف كحد أدنى. وحش من فئة اللورد حتى لو ضعيف ممكن يطلع مواد وحوش قيمتها أكتر من 1,000,000 في المجمل. ده بالظبط السبب اللي خلى فرق محاربين كتير تيجي هنا. عيون ليرا لمعت، كانت لسه هتقترح إنها تنضم لقوات لان وزين لما لان رفعت إيدها توقفها. واضح إن محاربة في نص الرتبة الأولى زي ليرا هتبقى عبء، بس ليرا مش هتستسلم. وحش من فئة اللورد عنده ذكاء مكتسب،
وذكي جدا كمان. دلوقتي بما إنه عارف إن مكانه انكشف هيتحرك لمكان آمن. المنطقة 0541 مش كبيرة، بس لسه بتمتد لأكتر من 20 كيلومتر. تقدر تضمن إنك هتلاقيه قبل أي فرقة تانية هناك يا كبير، لأن وحشي الروحي يقدر يشم ريحة الوحوش من الهوا ويحدد قوتهم ومكانهم بالظبط. لان وزين الاتنين انتبهوا لكلام ليرا، وعينيهم جت على بطلنا في نفس اللحظة. بس يا ليرا، لازم تعرفي حتى لو خدناكي معانا مش هتاخدي أي جزء من المكافأة. قانون الأراضي القاحلة بسيط، الدفع بيكون على قد المجهود. انتي والتعبان بتاعك قدراتكم القتالية محدودة جدا. مش بس مش هتقدري تقاتلي، ده احنا هنضطر نحميكي كمان. ما تقلقش يا كبير، لأن أنا فاهمة النظام. أنا بس عايز أتفرج وأتعلم. مش أكتر من كده. نبرة ليرا كانت صادقة تماما، بس الجرأة الغريبة دي مش مريحاني. في حاجة غلط. لكن لأنه ما فكرش في الموضوع مرتين قال خلاص يلا نتحرك مع بعض. خليني أكون صريح في حاجة، أنا وزين مش ضعاف، بس إحنا بنتكلم عن وحش من فئة اللورد. لو حصل أي حاجة غلط أنت اللي هتتحملي العواقب. وبكده اتكونت فرقة مؤقتة من 3 محاربين وتعبان واحد. مع بعض اتجهوا لعمق الأراضي القاحلة، وجهتهم المنطقة 0541 اللي كانت في يوم من الأيام مدينة صناعية مزدهرة، لحد ما حلت الكارثة وحولتها لأرض خراب مليانة صدأ ودمار. على بعد 10 كيلومترات من مركز المدينة، عشان يتجنبوا تنبيه الوحش أو لفت انتباه فرق المحاربين المنافسة، قرر الثلاثة يتركون المركبة ويكملون مشي. ليرا ترفع يدها وتستدعيني من حقيبة الأرواح وتقول لي: يلا شوف إذا تقدر تتبعه. الهوى هنا ما يشبه أبداً أجواء بلدة المحاربين. ريحة الوحوش تضربني من كل جهة، أقوى بمرات من أي شيء حسيته قبل. كل ريحة تحمل معاها فيضان من المعلومات أكتر من اللي أقدر أحلله مرة واحدة. بعد دقيقتين هادئة هزيت راسي ببطء. هذه الإشارة البسيطة خلت لان وزين مصدومين. معقول ذكاء هذه الحية البيضاء وصل لهذا المستوى؟ وحش روحي متفاهم مع البشر لهالدرجة، حتى أكاديمية ترويض الوحوش نادراً ما تشوف مثله. قدام مدحهم ليرا ابتسمت وبس. شكلنا لازم نتعمق أكتر. وفعلاً التلاتة كملوا طريقهم لقلب المدينة. مرت 3 ساعات، ومع ذلك مسحوا المنطقة كلها تقريبا بدون ما يلاقون أي أثر. ولما هزيت راسي مرة ثانية التفتت ليرا إلى لان. متأكدة إنه انشاف في المنطقة 0541؟ أنفي ما عمره خيب ظني. أكيد، قالت لان. في الصباح الباكر فرق محاربين كتير بلغوا عن رؤية وحش من فئة اللورد هنا بالضبط في هذه المنطقة. لان قطبت حواجبها وعيونها مثبتة على خريطة المنطقة 0541. وحش من فئة اللورد ومصاب بجروح بالغة؟ مستحيل ينسحب، مع إن كل الفرق اللي جت دمرت المكان وما لقت شيء. إلا إذا ليرا ولان طالعوا في بعض وفي نفس اللحظة قالوها سوا: أنفاق المناجم. قبل الكارثة رواسب المدينة المعدنية الغنية هذه تم استخراجها لمدة 50 سنة متواصلة، وهذا ترك وراه شبكة أنفاق ضخمة تكفي حتى الوحش من فئة اللورد. فريق الثلاثة ومعهم أنا تسللنا بهدوء لمنطقة التعدين. لكن أنفاق المناجم طلعت أعقد بكتير من توقعات أي شخص فيهم. نفقين ورا بعض وكلهم منهارين بسبب الكارثة. استبعدوا خيارين غلط، بس ضيعوا وقت كثير وهم يسوون كذا، وبالطريق قابلوا عدة فرق منافسة. كل ما طالت المدة زاد عدد المنافسين. كل واحد اختار نفق بإحساسه. ندخل كيلومتر واحد، لو ما لقينا شيء ننسحب. لو كلنا رجعنا فاضيين غالبا فرقة ثانية بتوصل للوحش قبلنا. وقتها لازم نتقبل الأمر،
لأن مو من النوع اللي يشكك في قراراته أبدا. اتخذت القرار فوراً وحددت النفق اللي اخترته على الخريطة، وزين اختار نفقه بدون تردد. ليرا، تفضلي واختاري واحداً أنت بعد. ليرا بدت متفاجئة شوي، بس ما فكرت بالموضوع كثير. عيونها مسحت الخريطة واستقرت على أقصى نفق جنوبي الأبعد عن موقعهم الحالي. بعد ما اختاروا راحوا يتفقدون أنفاق لان وزين أول. واحد ما طلع فيه أي أثر لوحش، والثاني كان منهار أصلاً. باقي نفق واحد بس، اختيار ليرا الأبعد. وقفنا إحنا الثلاثة ومعايا أنا عند المدخل. وأنا أطالع فوهة النفق المظلمة حسيت بقلق غريب يتسلل إلي من العدم. رغبة خفيفة لكن واضحة جدا صرخت بداخلي: اهرب. كل الأنفاق الثانية ما حركت فيني شيء. هذا مختلف، مستحيل. من بين كل الأنفاق اللي كان ممكن يختاروها، ليرا فعلا لقت الصح. صح؟ ميلت راسي باتجاهها. وجهها كان غامض تماما، ونظراتها شاردة عند مدخل النفق، غارقة في التفكير. خلونا نتحرك. زين طلع كشاف قوي ودخل النفق قبل الباقين، والبقية لحقوا. 100 متر، 300، 500. كلما توغلوا أعمق ألتقط شيئا غريبا، مجرد خيط من شعور بأن هناك خطبا ما. جسدي يتجمد غريزيا رغم أن الإشارة خافتة. أنا متأكد أن نبضة طاقة الدم الكثيفة هذه لا يمكن أن تصدر من أي وحش عادي. لا داعي لاختبار الأمر أكثر، فقد لاحظت ليرا ردة فعلي بالفعل. تخفض صوتها إلى ما يشبه الهمس وتنظر إلى الاثنين الآخرين. باي وجد شيئا. هذه الكلمات جعلت لاني وزين يتجمدان في مكانهما، ثم تضيء وجوههم إثارة هادئة. لقد وافقوا على انضمام ليرا فقط لأنهم سمعوا عن قدرتي على تتبع روائح الوحوش. ولكن من كان يتوقع أن ليرا ستكون هي من تقودهم مباشرة إلى وحش من فئة اللورد؟ الصفقة التي عقدوها قبل الانطلاق من الواضح أنها لا تغطي هذا الموقف. يميل لان قريبا ويهمس لليارا: لنهزم اللورد أولا، سنحل بقية الأمور عندما نعود. تفتح ليرا خاتم التخزين الخاص بها وتخرج حبتي تقوية وتطعمني إياهما. باي، قدنا إليه. أقاوم رغبتي البدائية بالهرب وأركز على أثر الرائحة الخافت وأقود الثلاثة إلى أعماق النفق. كلما تعمقنا أكثر أصبحت الرائحة أقوى من مجرد همس إلى شيء لا يمكن إنكاره، حتى ملأت النفق بأكمله بحضور يثير شيئا قديما ومرعبا في داخلي. ثم يمزق زئير عميق الصمت. يتجمد الثلاثة حتى أنفاسهم تتباطأ. من الصوت وحده يمكنك معرفة أن هذا الوحش اللورد لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا، ولكن تحته هناك ألم وضعف. زين، ابقى في المقدمة. سأبحث عن فرصة وأستهدف جروحه. ليرا، عليك فقط البقاء على الجانبين وإلهاء ذلك الشيء، ولكن لا تشتبكي معه مباشرة. تحافظ لان على صوتها منخفضا. تومئ ليرا. تقوم بتفعيل حقيبة احتواء الأرواح وتسحبني إلى الداخل. يتحرك الثلاثة بشكل أعمى عبر الممر ل200 أو 300 متر أخرى، ثم ينقشع الظلام. في أعماق الأرض يوجد كهف طبيعي ضخم، وهناك يملأ رؤيتهم وحش يبلغ طوله أكثر من 4 أمتار، يشبه الذئب في شكله، لكن مع عشرات الأشواك العظمية البارزة من ظهره. لورد من رتبة منخفضة، ملك الذئاب ذو العظام الفولاذية. تجمد الثلاثة تماما. إن هزيمة لورد من رتبة منخفضة بقوة محارب من الرتبة الثالثة فقط هو بالفعل مجازفة هائلة، والذئاب من بين أكثر الوحوش تعطشا للدماء.
حتى لان وزين لا يستطيعان إخفاء القلق الذي بدأ يتسرب إليهما. الخبر السار الوحيد هو أن الوحش في حالة سيئة. جرح طويل بطول 2 متر تقريبا مزق بطنه بالكامل تقريبا، والدم لا يتوقف عن النزيف. يراقب الثلاثة في صمت بينما يلعق ملك الذئاب ذو العظام الفولاذية جرحه. لا أحد منهم متحمس للقيام بحركة متهورة، لكن الانتظار إلى الأبد ليس خياراً أيضاً. ملك الذئاب ضعيف، ولم يجد أي فريق منافس هذا المكان بعد. الهجوم الآن هو أفضل خطة. تشير لان إلى زين بنظرة حادة. يرفع ملك الذئاب رأسه فجأة وكأنه شعر بشيء، ويطلق زئيرا منخفضا نحو مدخل النفق. عيناه الخضراوان الباهتتان تثبتان عليهم كالملزمة، تحذير واضح: لا تقتربوا أكثر. لكن ما يراه الثلاثة ليس تهديدا، بل وحشا يعمل على آخر ما تبقى من قوته. لقد رآنا، لا فائدة من الاختباء الآن. بسرعة ونظافة. بالكاد تخرج الكلمات من فمها حتى تضرب قدم زين الأرض وينطلق إلى الأمام. طاقة دمه من الرتبة الثالثة تصل إلى ذروتها. يتأرجح نصله المعدني عاليا ويهوي محطما، قاطعا الهواء بصوت حاد، مستهدفا حلق ملك الذئاب مباشرة. بدون مبالغة، لو كانت تلك الضربة موجهة إلي لما كانت لدي أي فرصة. ومع ذلك رفع ملك الذئاب ذو العظام الفولاذية مخلبا واحدا وأطاح به جانبا، مرسلا شرارات تتطاير مع رنين حاد للمعدن على المعدن، وصد الضربة تماما. يقذف زين إلى الخلف لأكثر من 10 أمتار، وتخدرت يده التي تمسك بالسيف، ولا يزال النصل يرتجف. ولكن الغريب أنه لا يبدو قلقا على الإطلاق. تعبر نظرة راضية وجهه. قوته لا تتجاوز قوة جنرال وحوش، يقول زين. عندها فقط ألاحظ أن ليان التي كانت تقف بجوار ليرا قد اختفت دون صوت. يمر وميض من الفولاذ البارد بجانب خاصرة ملك الذئاب، ويفتح خط أحمر. الضربة المفاجئة تطلق صرخة من ملك الذئاب. تندفع مخالبه نحو جانبه، ولكنها تقبض على الهواء. ضربة واحدة، ثم اختفت لان. بالفعل، مما لم يمنح ملك الذئاب ذو العظام الفولاذية أي فرصة للرد. كل من زين ولان يعرفان هذا جيدا. ملك الذئاب ذو العظام الفولاذية لا يزال وحشا من فئة اللورد، وبغض النظر عن مدى إصابته فإن تبادل الضربات المباشرة معه سيكون انتحارا. النهج الوحيد للفوز هو إبقاؤه يتحرك وإضعافه تدريجيا واستنزاف قوته. يهاجم زين مرة أخرى ويقطع نصله المعدني قوسا واسعا آخر. تندفع لان بجانبه بنصل قصير في كل يد. أحدهما يجذب انتباه الوحش بالكامل من الأمام، والآخر يضرب من النقطة العمياء لتعميق جروحه. تنسيقهما يكاد يكون جميلا للمشاهدة، دقيق، سلس، وبتوقيت مثالي. 3 ضربات متتالية كلها أصابت هدفها. جروح ملك الذئاب التي كانت قد بدأت بالكاد تلتئم تمزقت من جديد. الألم كاف ليصبغ تلك العيون الخضراء الباهتة باللون الأحمر. وها هي جولة أخرى تبدأ. زين يندفع مجددا للأمام، نصل سيفه يلمع، وليان يتبعه من الخلف مباشرة. لكن هذه المرة ملك الذئاب يتجاهل زين تماما. رأسه يستدير فجأة، وعيناه الحمراوان تحدقان بقوة في لان. في اللحظة التالية يختفي جسده الضخم من مكانه. قلب لان يتجمد وغريزتها تعمل فورا. تقفز عاليا وتتراجع بقوة، لكن قبل أن تلمس الأرض كانت فكوك ملك الذئاب الضخمة تتجه نحوها بالفعل، لأن ليس لديها مكان تذهب إليه.
يبدو أن الموت هو الشيء الوحيد الذي ينتظرها. يركض زين بأقصى سرعة نحو ملك الذئاب يائسا لاعتراض الهجوم قبل أن تصاب لان، ولكن كيف يمكنه مجاراة سرعة وحش من فئة اللورد؟ فكوك ملك الذئاب تقترب بسرعة. توقفت لان عن محاولة المراوغة. ترفع نصلها القصير أمامها مستعدة لتلقي عضة ملك الذئاب وجها لوجه، ثم يخترق رمح الهواء من الجانب الآخر للكهف. لان! صوت ليرا يخترق الظلام كالصوت. ترى لان الرمح يتجه نحوها، وتحرك نصلها برد فعل غريزي. يدوي صوت ارتطام المعدن بالمعدن، ويرسل زخم الرمح لان محلقة لعدة أمتار. حيث كانت تقف قبل لحظة، يعلق الرمح المعدني الآن في الهواء. ثم يأتي صوت طقطقة مقزز، والرمح المعدني رغم صلابته يعض ويكسر إلى عدة قطع بواسطة فكي ملك الذئاب. كانت على وشك الموت، ونجت لان بالكاد. فقط بعد أن سقطت على الأرض استعادت لان وعيها. موجة باردة من الرعب تزحف على عمودها الفقري. رمح معدني كسر بهذه السهولة؟ لو أن تلك الفكوك أطبقت عليها بدلا من ذلك، لكانت قد تركت حياتها في هذا الكهف. بقيت ليرا خارج القتال طوال هذا الوقت، لكن عينيها لم تبتعد أبدا عن ملك الذئاب ذي العظام الفولاذية. بفضل ليرا نجت لان من الضربة القاضية، لكن الأزمة لم تنتهي. لا يضيع ملك الذئاب أي وقت، يستدير ويضغط بالهجوم على لان مرة أخرى. هذه المرة لدى لان شيء تدفع به. بينما تندفع إلى الوراء تصل ضربة زين. النصل المعدني يأتي كموجة لا نهاية لها، يصطدم بملك الذئاب بينما تنفجر آلاف نقاط طاقة الدم في ضربة واحدة. حتى ملك الذئاب ذو العظام الفولاذية لا يستطيع تجاهل ذلك تماما. يتخلى عن لان ويدور بقوة ليواجه هجوم زين بكامل قوته. يرتفع مخلب واحد ويضرب بقوة على نصل زين. صدى اشتباك المعدن بالمعدن يوي في الكهف الضيق تحت الأرض. الموجة الصدمية الناتجة